فينيسيوس مصمم يرقص في كل مكان، وليه رقص الرقصه دي بالذات قدام جماهير بنفيكا؟ المباراه اصلا يا ابو الكباتن ما بين بنفيكا وريال مدريد في البرنابيو كانت مشتعله، شغب بره في الاستاد وفي الملعب الجماهير كانت عامله ملحمه، وكل ما فينيسيوس يلمس الكوره يصفروا عليه صفارات استهجان، وعلشان كده جماهير ريال مدريد دخلت بتيفو كبير جدا مكتوب عليه لا للعنصريه الاحترام. بنفيكا يا ابو الكباتن دخل الماتش عاوز يفترس ريال مدريد، وفعلا بيسجلوا هدف بدري، والبرنابيو زي ما تقول كده اتكتم، وكان ممكن يسجل جول تاني وجول تالت لان دفاع ريال مدريد حضرتك في الضياع، ولولا كورتوا كان ممكن يكون في كلام تاني. ولكن يا ابو الكباتن بعدها بدقايق تشاوميني بيرجع ريال مدريد تاني وبيتعادل بهدف رايق قوي، صعب جدا على اي حارس ان هو يصده. بعدها اردا جولر بيسجل ولكن الجول بيتلغى ودراما وفار. ولكن في الدقيقه 80 تحديدا تمريره سحريه من المتالق والمبدع فالفيردي القائد اللي كان في كل مكان حرفيا في الملعب، وفينيسيوس بيروح انفراد علشان يحط جول رايق ويرقص نفس الرقصه اللي رقصها هناك في بنفيكا قدام نفس الجمهور اللي كان بيشتمه وبيصفر عليه. وعلشان كده فينيسيوس قال لك انا هستفزهم بالرقصه. فيني بيسجل 6 اهداف في اخر 5 مباريات، ما شاء الله تسجيل متواصل، وكمان تاهل بثقه لريال مدريد الى دور ال 16. فانت ابو الكباتن شايف ان ريال مدريد تاهل عن استحقاق ولا لا؟